ان الفيديوهات دي وحشتكم، عشان كده النهارده جيت لكم بقلبه كلبه بيتبول عندها سنه واربع شهور، ودي النهارده كانت الرابع سيشن ليها. طبعا انتوا عارفين الفتره اللي فاتت دي ان انا بقول لكم ان في عندنا ضغط شغل جامد جدا، عشان كده نزلت مكان كابتن مروان. والنهارده اديتها ستي ستاند. كابتن مروان اداها هيل وست وداون وستي، وزي ما انتوا شايفين خدت ستي ستاند بجد، كان بشكل سريع جدا، وما كانش ناقص بس غير ان انا اخدها انزلها الشارع. وزي ما انتوا شايفين عملت ستي بشكل كويس جدا، وكان بالتالي لازم اقول لها يا اختي يا اختي وبطاطس وادلعها، والحمد لله كنت لازم اديها بوسه كده لان هي كلوبه حنينه جدا. بعد كده خدتها نزلت بيها الشارع، وابتديت انفذ كل الاوردرات دي يا جماعه، عشان لازم مهم جدا ان انت تبقى بتتابع كل الاوردرات في اي مكان في اي حته. ولكن هي كانت متوتره شويه، فلما تحاول ان انت تلاقي كلب متوتر تحاول ان انت تكون هادي معاه وتعدل له الاوردرات واحده واحده. وزي ما انتم شايفين كده لما جيت اقول لها حتى ست هي اتوترت شويه. بعد كده ابتديت ان انا اوطي عليها بالراحه بصوت واطي لحد ما نفذت الاوردر، وبعد كده ابتديت ان انا اسيبها ستي، وابتدي ارجع واحده واحده، وابتدي ان انا ابقى عيني عليها، ولما اجي ارجع ما اديهاش على طول ظهري عشان الكلبه ما تتوترش او تطلع تجري. بعد كده ناديت عليها قلت لها كم، وزي ما انتم شايفين كده كانت هتخرمني زي الكوره، ولكن الحمد لله ابتديت ان انا مسكتها وقلت لها شطوره وقعدت ادلعها، وبالتالي شافوني شفنا ونجم نقول جامد يا بطاطس، واستنى في حلقه جديده مع كلب جديد.